السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنحل الورقه دي تدريبات على الفولتميتر، وبعدين نكمل حل على الاميتر مره تانية على القديم. احنا في السؤال كام دلوقتي؟ 13. مين 9 مرات مين؟ حياة النبي. ار جي بكام؟ 50. ار ام 450. اجري بقى على طول. بيقول لك كان الافندي ده بيقرا لوحده واحد، اظن سهل قوي. ها بص كده، شوف انا لما اجي احل المساله بظبطها ازاي. 450 قد ال 50 كم مره يا راجل؟ اظبط نفسك يا اخويا. ده واحد يبقى ده كام ده؟ 9. طب 9 وواحد يبقى الرئيسي فوق يقرا 10. اخباركم ايه؟ زي الفل. المهم بقول لك بقى، وعند توصيله ار ام 2 كانت اقصى قراءه للفولتميتر 18. يبقى دي حاله ثانيه بقى. عايز يقرا كام هو؟ 18. يا جماعه رد علي، عايز يقرا كام؟ 18. مين ما بيتغيرش؟ اللي ما بيتغيرش هو ار جي خالص. نصيبه كام؟ 1. يبقى من ال 18 ها نصيبها كام؟ 17. نصيبها كام يا جماعه؟ 17. يبقى المفروض انا عايز اجيب نسبه من ده وده. ده بكام زي ما اتفقنا؟ ب 50. يا جماعه رد علي، ده بكام؟ اقرا بقى. التسعه لواحد، 450 ل 50، دي 17 الى 1، يبقى ار ام يساوي ايه؟ 17 في 50. ادها 17 مره. انتوا معايا يا جماعه ولا لا؟ نسبه وايه؟ وتناسب. بس هيطلع الناتج 8 9 50. اخباركم في فهمك للاجهزه؟ اللي غاب حصه في الاجهزه سواء كانت شرح او حل يخسر، مش هقول اكتر من كده. السؤال اللي وراه ممكن نحله شفوي، او والله اللي يغيب حصه في الاجهزه سواء حل او شرح يخسر على طول. السؤال اللي وراه، جلفانوتر مقاومه ملفه 5 اوم، اقصى انحراف ليه لما يقرا 1 من 10، فانه يلزم توصيله على طبعا على التوالي عشان يقيس 5 فولت. سؤال يا جماعه، سؤال شفوي كده، هي ايه علاقه ال 5 فولت بالواحد من 10 فولت؟ واحد الله. النهارده بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله زي الفل اللي انت شايف كده. يعني عليهم برد. ايه؟ يعني يوم الاربع عشان السوق هيقطع؟ تعال نشوف. في جي بكام يا ولاد؟ 1 من 10 فولت. 1 من 10 ايه؟ فولت. عايزين بقى يقيس كام فولت؟ 5. يقيس يا ولاد. سؤال بقى، الفي قد الفي جي كام مره؟ شوف سكتوا ازاي؟ سكتوا ها؟ 50 مره. يبقى الار، بص بقى، الفي 50 مره في جي. اسمع الفي كم مره في جي؟ 50 مره. يبقى الار ام كم مره ار جي؟ نقص منها واحد، ما انا معلمك اهو. 49 مره. يبقى 49 في ار جي. ار جي اللي هي كام بقى؟ اللي هو مديها لك بكام؟ ب 50 ولا بخمسه؟ بخمسه. يطلع الناتج 245. يطلع الناتج كام؟ فولتميتر مقاومته كام؟ 100 اوم. فرق جهده كام؟ 10 فولت. سؤال بقى، عايزه يقيس 15 فولت. ايه علاقه ال 15 ب 10؟ قدها مره ونص، شيل منها واحد. يتفضل. نص في 100 بكام؟ 50. خلصت. شفوي ايه؟ شفوي خالص. لا كتبنا كلمه ولا زودنا، شفوي. انتوا معايا رجاله ولا ايه؟ نيجي عند 16 بقى واكتب عليها في اي بي. يعني ايه في اي بي؟ سؤال حلو قوي لدرجه انا هكتبه على السبوره لوحده كده. صلى على النبي. 16 محتاجه تفكير. اي واحد هبد ربنا هينتقم منه ان شاء الله. ادي بطاريه، هقول اهو 1 و4. مش مستاهل الغم ده كله. دي كام اوم؟
واميتر، عامل لك انا الاميتر شرشره بسيطه كده عشان مديني مقاومته كام؟ 4/3. والداخليه كام؟ اي يساوي اي في بي على ار زائد ار اميتر زائد ار سم. 1/4 100 طلع واحد طلع علامه 0.13 بعد 3 5 تقريبا حاجه زي كده. فالمهندس فرق الجهد حسابيا هنا، حسابيا انا مش عامل الاجهزه، مش مركب اجهزه، اقول لك بس فرق الجهد حسابيا هنا كام. اللي حضر معانا الشرح في الاول يفهم ده على طول بسهوله. اي في كام على طول؟ الرقم ده كام؟ علامه 1.35. المقاومه كام؟ 100. يطلع الناتج 1.53 تقريبا يعني فولت. والله العظيم صح؟ ماشي. عمليا بقى كام؟ انا عارف بقول صح على ايه. عمليا كام؟ هو مدولك عمليا، قال لك كام؟ اللي حضر اولى ثانوي معانا يرفع ايده، اولى ثانوي. عمليا دي اسمها القيمه المقاسيه، وحسابيا دي اسمها القيمه الحقيقيه. فطبعا لما اطرح الاثنين من ايه؟ من بعض يدي دلتا اكس، يدي حاجه اسمها يا جماعه رد عليا، اسمه الخطا المطلق، مقدار الخطا. اطرح ده من ده يديك 25%. هتلاقي في الاجابات اقرب حاجه لها كام؟ هي دي الفكره، في حسابي وفي عملي. سجلها عندك. السؤال اللي وراه شفقوا بقى جلفانو 50 اوم، هنوصلوه بمقاومه كام عشان يمر فيه تيار هو لوحده 1 ملي امبير، عايزينه يقيس 5 فولت. البيانات سهله قوي. اي جي 1 ملي يبقى 1 في 10 اس سالب 3. ار جي 50 اوم يبقى في جي بكام؟ 50 في 10 اس سالب 3، يعني تقريبا 5 من 100 فولت. 5 من 100 ايه؟ هو عايز بقى يقرا 5 فولت. عايزك تقرا كام فولت؟ 5 فولت. فدي قد دي كام مره؟ 100 مره. الفي قد الفي جي كام مره؟ الفي قد الفي جي كام مره؟ محدش بيرد عليا. 100 مره. يبقى الار ام قد الار جي 99 مره كده يعني. عيد تاني. ما بتردوش عليا ليه؟ عيد تاني. ماشي. تطلع جيم 4950. تطلع كام؟ 4000 كام يا جماعه؟ 950 بس. اكتب لي عندك ملحوظه يلا لحل مسائل الخلط، وبعدين نرجع نحل مسائل الاميتر. ملحوظه لحل مسائل الخلط. ايه الخلط؟ احنا خلصنا ايه وايه فاضل ايه بس؟ اميتر وفولتميتر، فاضل الاوميتر ان شاء الله. صلى على النبي. اكتب عندك ملحوظه الخلط. ار جي بكام؟ اكتب يا محمد. وار اس بكام؟ لا حول ولا قوه الا بالله. كام يا اولاد؟ 3. الاكشن ده يديك ايه؟ يديك اولا ار داش اميتر. 3 في 6 بكام؟ 3 زائد 6 9. يطلع محصله كام؟ وانا بكتب ار داش، شوف بقى الحته اللي جايه دي. الجهاز ده على بعضه، تخيل بقى المفاجاه بقى، ورحنا وصلناه مع مقاومه كبيره.
يعني مثلا دي طالعه كام؟ وصلنا مع مقاومه 998. يعني الفولتمتر ده مقاومته كام على بعضه؟ 1000. لان دول مع بعض كده ما اسمهاش بقى اميتر بقى، امال بقى اسمه ايه؟ اميت، ما بس قصدي جلفانو، بقى اسمه اميتر. بس الاميتر بالنسبه لنا كانه ايه؟ كانه جلفانو شرطه. مين فاهم التحويله الجامده دي؟ الجلفانو بقى مقاومته كام اوم؟ 2 اوم. سيتي ايه بس؟ 2. والار ام بكام؟ مين فاهم القصه دي؟ قول بقى تاني يلا. كده كام جهاز في بعض؟ قول يلا. هو كان كام ده؟ 6. وده كام؟ مع بعضه كده محصلته. حلو قوي. هو بقى اسمه اميتر فعلا، بس انا سميته ايه؟ عشان وصلت معاها ايه؟ عرفت ليه ما رضيتش اشرح لك الكلام ده المره اللي فاتت؟ والا كان زمان دماغك دخلت على ايه؟ على بعضها بالظبط. اكمل. اكمل. اي الرئيسي بيساوي ايه؟ يا رب يصلح حالك. لا انا زعلان منكم. اي جي افتح قوس يا خساره تربيتي فيك. بعلف في مواشي، بعلف في شبح هتندبح على العيد. 6 زائد 3 على، يطلع كم مره اي جي؟ يبقى اي كلي. اسمع يا جماعه، لمين؟ ما اسموش اي كلي يا سنه بيضاء، امال اسمه ايه؟ اسمه اي جي شرطه. اللي فاهم اللعبه. اي كلي للاميتر اهو، ما اسموش اي اميتر، امال اسمه اي جي. يا عم ليه سميته كده؟ تاني. ما هو بقى دي كده 3 مرات اي جي يساوي اليمه الثانيه اي جي شرط. قول يلا بقى اللي شايف الالوان. اي مين بقى؟ رد عليا بالله عليك. اي ايه؟ اميتر. اللي يعتبر بالنسبه لنا احنا هنا ايه؟ يبقى اسمه اي جي ايه؟ شرط. اللي فاهم ده هو فاهم كل حاجه كده خلاص. ما وصلتش لسه يا جماعه؟ ردوا عليها بقى. وصلت؟ وصلت. لما اجي اكتب القانون هكتب فرق الجهد الكلي يساوي ايه؟ شوف هكتب ايه؟ المفروض اقول اي جي ار جي زائد ار ام. قال لك لا، ار جي ايه؟ اللي هي اصلا ار ايه؟ واي جي ايه؟ اللي هي اصلا اي ايه؟ مش هتفهمني بقى؟ تبقى عندك بقى يلا. احلى مساله خلط دي. مش ممكن العكس يا ولاد. شوفوا انتوا قاعدين ساكتين ازاي. مش ممكن العكس. مش ممكن العكس. العكس يبقى ازاي؟ يعني يبقى ار ام مع ار جي يكونوا كده فولت ميتر، وجانا واخدها بقى مضيعها كلها توازي. يبقى كده ايه؟ حولته لايه؟ يبقى كده كان فولت ميتر حولته لاميتر. ينفع كده برضو؟ المنظر ده جميل ده عندك ده. ممكن العكس. يبقى هنا كان ايه؟ اميتر حولناه لفولتميتر. ده كده كان فولتميتر حولناه لاميتر. افتح صفحه 220. في حاجات حاولها شافوا على السريع كده، وحاجات حلها بالتفصيل. بسم الله كده. السؤال 27 بيقول اميتر مقاومه الجلفانو الموجود به ار جي، وبعدين مر في الجلفانو اي جي على اي 2%. 2% يعني كام؟ 1 على 50. جري بقى انا معلمكم ايه؟ اول ما الحاسيه تبقى 1 على ايه؟ على اكس، يبقى ار اس يساوي ار جي على اكس ناقص 1. هديك بقى يعني سريع سريع كده. تطلع كام؟ ار جي على 9 وايه؟ و40. في صفحه 220. السؤال وراه. ار جي ب 49. ار جي بكام؟ 49 ولا 54 دي؟ امال ما تردنيش ليه؟ انا تعبان وبكح ومتبهدل. والصله مجزئ مر في الجلفان 1/10. يلا يا رجال. مر في الجلفانو اه مر في الجلفانو كام؟ الحمد لله 1/10، يعني 1/10. يبقى ار اس
على ار جي 54 على 9 فيها الخمسة. حاجات سهلة ولا صعبة اللي بتيجي في الامتحان ده يا جماعة كده؟ 29. اه ايه؟ اه 6 جه الفيرمتر مقاومته ار جي. اتفضل. انت كده ما حضرتش معانا الاميتر. انت حضرت معانا الاميتر؟ حضرته؟ يعني حضرت معانا الاميتر يا ابني. ما انا قايل في قاعده بتقول لو اي جي على اي بي ايه يبقى ار اس بواحد على اكس ناقص واحد. خلاص. 29 ار جي بكام؟ 36. وار اس بكام؟ باربعه. بص دي العكس بقى. بص اللي كان بيسالني ار اس على ار جي 4 على كام؟ اللي هي بكام؟ بتوسع. اعكسها بقى. يبقى اي جي على اي بواحد على ايه؟ اللي هي 10%. واحد على 10 دي معناها اي جي 10% من اي. فهمت يا ابني؟ 30 جلفانومتر مقاومته ار جي 1 من 10. يا نهار اسود. بيقرا اي جي. بيقرا ايه يا اولاد؟ عايزين نزود المدى 10 مرات. يبقى اي جي على اي بكام؟ واحد على 10. بهناسي. اقرا بهناسي كده. اي كم مره اي جي؟ بالظبط. يبقى ار اس يساوي ايه؟ ار جي على 9. 1 من 10 على 9 اللي هي 1 على 90 تقريبا. 1 من 100 تقريبا. السؤال اللي وراه اكتب عندك اختار اصغر واحد يتوصل مع المؤشر. اكتب عندك كده نختار ايه؟ اصغر واحد نوصله مع المؤشر. اصغر واحد اللي هو مين؟ اللي هو 4 لان ار وار يدي نص ايه؟ طبعا انت جديد احجز مذكره جديده بقى. دي خلاص كوسون طيب هتترمي. جلفومتر مقاومته كام؟ 54 اوم. انحرف مؤشره نهايه ايه؟ عند مرور تيار شدته كام؟ 1 من 100 امبير. عايزين نعدله عشان يقرا كام شفوي دي بقى. 1 من 10. اللي قبل التوصيل 1 من 100 وبعد التوصيل 1 من 10. كده التيار زاد 10 مرات. يبقى ار اس يساوي ار جي على 9. 54 على 9 فيها 6 وتوصل على التوازي. جت بقى المساله اللي ايه كانت مبهدلاهم الصبح شويه. مبهدلاهم عشان يفهموا. كان فيها وعي. هم مش واخدين بالهم من حاجه. يقراه كويس كده السؤال ده. كله يقراه كويس. شرحتها لهم انا بالارقام فهموها على طول. يعني قعدت اقول لهم اي واثنين اي والكلام ده ما جمعتش معاهم. شرحتها بالارقام ازاي؟ قلت لهم جلفان لوحده كده قالوا قلت لهم كم قسم؟ قالوا 4. قلت لهم مر في تيار اسمه ايه؟ قالوا قلت لهم ده اي جي. قالوا ماشي. جعل المحرك المؤشر الحركي لنهايه ايه؟ حلو قوي. فسالتهم سؤال بقى بعيد عن السؤال اللي عندكم. افهم يا ابني وما تقاطعنيش. شلت انا الصفيحه دي يعني الصفيحه اللي تحت اهي اللي هي دي اصلا مش دي في صفيحه مدرجه 1 2 3 4. شلناها وجبنا مكانها الصفيحه دي. ده هي السمره دي اتشالت خلاص. دي كانسلد. كانسلد دي اللي شغاله. ده فن تجريدي. فن تجريدي يا جماعه. المهم فلما حصل الكلام ده يا جماعه شوف حتى الالوان امتى التدريج الاحمر اشتغل؟ بالظبط. فشيء طبيعي كاتب لك هنا داخل
ان اي الجديد 2 اي القديم، يعني قده كم مره المفروض؟ قده مرتين. بس في انحراف غريب خالص. الكلام ده كان ينفع لو كان المؤشر هنا كده يوصل 2. اذا الله يكرمك بقى يا جماعه ردوا عليه. مش كان بيقرا هنا مثلا واحد، مثلا واحد اسف قصدي كان بيقرا واحد اللي هو الواحد. دلوقتي ار اس جات له. يعني ايه؟ يعني مثلا كان ده 6 اوم ورحت انا جايب له 6 اوم زيه. فلما نيجي نقول ار اس استر يا رب علينا على ار جي هيطلع 1/1، فيبقى اي جي ده الطبيعي يساوي 1/2 يبقى الاي مرتين اي جي ده الطبيعي. يا جماعه مش ده الطبيعي؟ ما لقيناش كده. امال لقينا ايه؟ لقينا الجلفان اهو والصفيحه الجديده اهي وكم شرط عليه، بس المؤشر عامل كده. المؤشر بيشاور على كام؟ على 2. يبقى اقصى حاجه كام؟ يبقى يا معلم اللي كان متوصل ما كانش الضعف. هتشوف بقى دلوقتي القصه. تاني بقى، المؤشر هو فعلا قايس 2، بس هل المؤشر عند اخره؟ يبقى 2 4 6 8. ايه علاقه الثمانيه بالواحد الاصلي؟ بلها لي بقى يلا. ايه علاقه اي جي باقصى انحراف؟ ما انا لما اجي اقارن اقصى انحراف باقصى انحراف. ما ينفعش اقارن ايه؟ اقصى انحراف بربع انحراف. ولا ما انتوش معايا؟ اقارن ايه يا اولاد؟ يا جماعه ردوا عليا. اقصى تيار يقيسه بمفرده الى اقصى تيار يقيسه بعد التوصيل. طب هو ده اقصى تيار؟ ده 2 اللي انا كنت بريتها لك هنا كده. بقى يا جماعه مش معايا؟ يبقى الرسمه دي مالهاش ايه؟ دي كده مالهاش ايه بقى؟ لازمه خلاص. يطلع السؤال اللي عندكم اهو. دي خلاص شلتها خالص بقى. كانت ادت وظيفه وانتهت. يبقى اي جي على اي بكام؟ 1/8. يبقى ار اس على ار جي 1/7. اقلب بقى. انا تعبت في شرحها بس انا متاكد انتوا فهمتوا. يلا قول تاني بقى. على الوضع الطبيعي كان يبقى ده اقصى انحراف كام؟ 1. يبقى اقصى انحراف كام؟ 2. ده ما حصلش. ده معنى كده ان ار اس اللي هنا ما بتساويش ار جي عمرها. لو كانت بتساويها كان يبقى اقصى انحراف 2. اقصى انحراف هو ده اقصى انحراف. يبقى لسه في شرط مش مكتوبه. مين فاهم القصه بقى؟ سؤال رائع ده رائع. يا جماعه ردوا عليا قولوا فاهمين. يلا سجلها يلا. فهم كله فهم. لا دي انكتب. دي تتكتب يا جدعان والتدريج يتعمل في الكراسه. السؤال اللي عليه الدور. هل الطالب لازم يكون دماغه حاضره؟ مش لسه هقول له السؤال ده ممكن اقول حله شفوي. ازاي بقى؟ من حافظ المدى. انا معرفكم طريقه المدى دي جميله قوي. بيسال لا المدى اميتر. يساوي اي جي افتح قوس ار اس زائد ار جي على ار اس. اسمع اللي حافظين المدى. انا مش كاتبه. اي يساوي اي جي افتح قوس كبير وشرط الكسر ار اس زائد ار جي على ار اس. الكسر ار اس زائد ار جي على ار اس ده كذا مره اي جي. هو ده المدى. اكتب بقى انتوا حفظتوه. يلا اي بيساوي اي جي في مضاعف. ده الرقم ده اللي بيطلع ايه يا اولاد؟ يعني الاي قد اي جي كم مره؟ اكس هي مضاعف اهي. المضاعف ده بيجي منين بقى؟ اقول لك اسمه مضاعف ولا مجزئ؟ يا اخي الرقم هو اللي مضاعف. يعني الاي 10 مرات اي جي 20 مره اي جي. انا اقصد كده يعني ال10 بقى وال20 والكلام ده بيجي من هنا. فهمت يعني ده؟ يا جماعه ردوا عليا. زي ال8 وال2 من شويه كده. ال8 قد ال2 كم مره؟ يبقى المدى ايه؟ 4 مرات اي جي. طب ال8 قد الواحد كم مره؟ 8 مرات. يبقى الاي قد الاي جي 8 مرات. يبقى ار اس على ار جي بسبع كده يعني. اكمل كلامي؟ اكتب عندك بقى. في الشكل الاول نطبق هذا القانون والشكل الثاني نطبق هذا القانون ونقسمهم على بعض يطلع 7 على ايه؟ على 4. بس كده شفوي. السؤال اللي وراه ايضا تعويض مباشر يطلع دال.
دال. السؤال الاخير يبقى دال دال. احل حاجه ولا اقلب؟ ماشي. السؤال اللي وراه، السؤال ده عاجبني قوي، عامل له انا بالله، والله عاجبني قوي. ده مش عاجبك يبقى عاجبني انا يا مصطفى. بص يا ابو حنفي، ابو الاحناف، ده كام ملي؟ اقرا السؤال جميل قوي السؤال. 20 ايه؟ 200 ملي. لا بص يا رجاله، ده كام ملي؟ يبقى ده كام؟ وده امسك. قال لك لما انحرف عند ال 50 كان فرق الجهد ساعتها 4%. في عيال شاطره قوي يقول لك ايه؟ يبقى لو كان قال لي انحرف عند ال 100، ها، كان زمان قال 8 من 100 فولت. ولو كان قال لي انحرف عند كان زمانه قال لي 12 من 100 فولت. ولو كان قال لي انحرف عند نهايه التدريج كان قال لي 16 من 100 فولت. مين فاهم التكتيك بتاعي؟ التكتيك ده انا عامله علشان لما اجي اسالك على ار جي تقول لي فرق الجهد على التيار المقابل، فرق الجهد على التيار المقابل وانت ماشي كده. فرق الجهد بكام؟ 4%. على التيار المقابل كام؟ طب وادي على لو كان جاب اقصى انحراف كان هيديني فرق الجهد كام؟ وساعتها التيار كام؟ اللي اتعلم مني حاجه يدعي لي دعوه من قلبه كده. كل الار جي واحد. عرفت الراجل ده بيتخابس عليك فين؟ لان ممكن طالب غبي يعمل ايه؟ ياخد فرق الجهد دي يقسمه على ايه؟ غلط. اقرا كده العباره كامله، اقرا العباره، اقرا. وعندما كانت قراءة الأميتر كذا 50 ملي أمبير يكون فرق الجهد كذا. من مخ نضيف وفهم. قولوا بقى كم صيغة المسألة يا شباب؟ يقولها لنا وهي نفس المسألة. كانت قراءة الأميتر 100 ملي أمبير وفرق الجهد 8 من 100 فولت، هي نفس المسألة. كان فرق الجهد 150 ملي وكان فرق الجهد 12 100 فولت. كان اقصى انحراف للمؤشر 200 ملي لما كان فرق الجهد 16 من 100. رايكم في الكلام ده؟ من فاهم السيستم يا اولاد؟ قال لك ايه بقى؟ عايزين نقيس تيار اقصاه كام؟ كام يا اولاد التيار اقصاه؟ شكرا. قول يا استاذه ار اس يساوي، يلا يا استاذه، اي جي ار جي. اي جي بكام هنا بقى؟ اوعى. طبعا. ايش دعوه بدي؟ دي ادت مهمتها. ايه مهمتها؟ لو عوزت ار جي، لو عوزت ار جي. عيد تاني بامانه الله فاهمين؟ يبقى عند الاي ده ايه؟ اسف عند الاي دي اكتب 2 وعند الاي جي دي اكتب كام؟ عيد تاني بقى فاهمين؟ انا مش جاي احل الواجب كده واقضي واجب ان انا حليت. لو جاي اقضي واجب انا حليت كان انا خلصت اسئله الاميتر دلوقتي. مش عايز كده. افهم. دي حاجه مش كويسه، متعبه شويه. السؤال اللي وراه فاهمين يا جماعه النسبه والتناسب والحاجات دي؟ الله ينور. يبقى الاجابه 89 من 1000. سؤال 36 37 مين مع مين؟ اي اس واحد على اس. تربيتي، تربيتي يلا، تربيتي. ها الميل يساوي ايه؟ الميل يساوي اي اس واحد على اس. مقام المقام يبقى اي جي ار جي. طيب اي اس ار اس كام؟ واحد على 10. والار جي بكام؟ ب 50. يتفضل مين نجيبه؟ اي جي هيطلع 2 من 1000. السؤال اللي وراه اي واي جي. بس انا خايف عليكم في حاجه.
السؤال اللي زي ده عشان خاطري اكتب عندك كده، انظر لاخر المحاور. انظر لاخر الايه؟ يعني اخر المحاور بالظبط كده، في تحويلات. يبقى اي واي جي. ايوه. مفيش طالب في ثالثه ثانوي قال لي فين مساله الاردن وليبيا اللي قلت لنا عليها؟ كانكم اموات، بلاش منزلها غير لما تسالوا عليها. خليكم بقى قاعدين. ايوه التوبيات كمان يعني. اجيب لك مخده وتمدد لك حبه وراها؟ طب يا اخي في حاجه اسمها اداب. قوم لوط اللي كانوا بيعملوا كده. اه والله، اي حاجه يعملوها بدون ادب، اي حاجه بدون ادب. يتثاؤب لاداب. اولا ما تطلعش صوت وتقفل كده، والا في شيطان ينط في الكهف اللي انت فاتحه دي. ايه دي؟ مفيش ادب خالص، ما عدتوش على تربيه. ده كله يساوي الميل. يساوي يا ولاد. الرقم ده كام ده؟ 8. يا راجل، يا راجل ده حالتكم صعبه. الار جي مدالكم بكام عندكم؟ 6. يتفضل مين نجيبه بقى طرفين في وسطين؟ ار اس. ار اس هيطلع 3%. بص بص بص، او اي حل اخر شغال معاك يعني. المهم السؤال اللي وراه 39. اكتب هذا السؤال. ده اخر، ده السؤال ده جه في اخر سنتين قبل الاوبن بوك. السؤال ده عجبني قوي طريقه الشغل بتاعته. ازاي يعني؟ بص، مش انت حافظ حاجه كده معينه، اسطمبه معينه؟ مش انت بتقول اي جي على اي بيساوي ار اس على ار اس زائد ار جي، صح؟ لا مش عكس. مين هو اي جي؟ عدد مين خد باله من الرسمه من شويه؟ كنت عامل صفيحه سمراء وكنت عامل صفيحه حمراء. هل عدد الاقسام اختلف؟ مين خد باله من برسم يا اولاد؟ امال ايه اللي اختلف؟ كان السمراء اخرها ايه؟ بص هنا يا ابني. السمراء لا والله كان اخرها 1، والحمراء اصبح اخرها كام؟ مين خد باله بالله عليكم؟ لسه حبيبها من شويه المدى. يبقى انا كل ما اجيب ار اس اصغر اجيب صفيحه نفس الاقسام ولكن المدى بتاعها اختلف، زاد. انا مش عارف كام واحد مستوعب كلامي. عيد تاني كويس قوي. اذا اي جي السمراء عباره عن ايه؟ يا رب يصلح حالك يا رب. ها؟ عدد الاقسام، وده مقدار ايه بقى؟ ثابت. اسمع منكم يا جماعه بالله عليكم اللي عايز يتعلم فيزياء كويس، بس في دلاله القسم على الجلفان. تحت بقى نفس عدد الايه؟ بس في دلاله القسم للاميتر. جميل قوي السؤال ده. يبقى من مشترك نشيله على الاقسام. ملي لي بقى دلاله القسم في الجلفانو بكام؟ كام؟ 25 ملي امبير. ودلاله القسم الجديده بكام؟ مش عندنا. حد بيرن تاني، حد بيرن تاني. ار جي بكام؟ 100. ار اس بكام؟ 5%. سجلها عندك يلا. يبقى اي دي مش اي بقى، امال اسمها ايه بقى؟ اسمها ايه بقى يا جماعه؟ يلا اكتب عندك القانون الحلو ده. السؤال اللي وراه جلفانومتر ملف متحرك، اقصى انحراف له 80 درجه. اهو، يعني ده كله من اول الصفر لحد النهايه هنا كده اللي هي اي جي، ده كله كده كام درجه؟ 80 درجه. انحرافه كام مش عارفين، بس هو قال حركه جميله قوي. قال لما ينحرف 60 درجه هيبقى ساعتها التيار 30 ملي امبير. اقدر اعملها طرفين وسطين. بص بقى 60 درجه. اقرا. فين كشكولك اللي كتبت في الاس؟ فين كشكولك؟ وريني كده كتبت ايه؟ 80 درجه
وريني كتبت ايه من اول الحصه. شوف اي جي بكام. حسيت الجلفانو سيتا على اي، يعني كام على كام؟ 60 على 30، درجتين لكل ملي امبير. اقصى تيار يمكن ان يقيسه الجهاز بعد توصيله بمجزء 1%. هو بيقول ار اس على ار جي بواحد على 100، يبقى اي جي على اي نزود عليها واحد ولا ننقص؟ نزود، يطلع الناتج د بعد التعويض طبعا باي جي. اي جي بكام بقى لمخ نضيف؟ ب 40، يبقى 40 في 10 اس سالب 3.